عملنا الفول والاشكال والوان، عملناه بالثوم وبالطحينه وبالليمون وبالزيت الزيتون. وطبعا مش هناكل فول لوحده، عملنا جبنه بطماطم، وعملنا سلطه، وعملنا الطعميه البيتي الجميله اللي مقرمشه وطريه من جوه. بصوا، وعملنا بطاطس محمره والمخلل بتاعنا. ايه رايكم في فطارنا النهارده؟ تعالوا افطروا معانا بالف هنا. طبعا يوم الجمعه ما يحلاش فطار غير الفول والطعميه. هنعمل طبعا الفول بره، ما نضمنهوش اليومين دول، وايه تروحي تجيبي ب10 جنيه حبه قد كده اهو، مش هيقضيكي انت وولادك. طب ليه؟ ما هو نجيب نص كيلو فول وننقعه زي ما انتم شايفين في الميه، معلقتين عدس، على معلقتين فول مدشوش، على طماطمايه، على ليمونايه، على فلفل. هتعملي ايه يا فاتن بالفلفل والليمون والطماطم؟ استنى هقول لكم. هنصفي الميه ونجيب حله عاديه، مش سمي بسم الله. حلتنا اهي، حطينا الفول مع الفول المدشوش، مش كتير، ما تكتريش، يا دوبك هما كبشه ومعاهم ده على نص كيلو فول. برضو العدس ومعاهم قرن الفلفل، مش عايزاه ما تحطيش معاهم الطماطمايه، وهعصر الليمونيه. عرفتوا بقى الطماطم والليمون اهو، واكون مسخنه حبه ميه حلوين كده، وانزل عليهم واسيبهم على البوتاجاز ياخدوا يدوا مع نفسهم، ونشوف هنعمل ايه. خلوكي معايا. عصرنا الليمونه، احط بقى حبه ملح انا، ماشي، عشان ايه؟ تاكلي فولايه كده تحسي ان هي مملحه. وحبه كمون، ما يجراش حاجه يعني لو حطيناه، مش هيقول لا. بصي بقى، بحط بيكربونات عادي بتاع الكيكه. هحط الكيس عشان يخلي لك الفوله تستوي بسرعه وتبقى زبده. بصوا هنا عندي لون زعفران، ده هيخليهولك احسن من بتاع بره كمان. اهو هحط مش كتير، ما تكتريش. ايه ده يا فاتن؟ ده كله بتحطيه؟ ايوه، معلقه كبيره كركم مع الطماطم مع لون الزعفران. هنشوف ايه احلى لون تاكلي فيه الفول، اكنك جايباه من على عربيه فول. هنسمي بسم الله وننزل بالميه السخنه، وكل ما يحتاج ميه يزود له ميه، بس نكون حاطين عليها ايه؟ ليمون. اوعي تنسي، ما نزودلوش ميه من غير ليمون. بس كده هنتكل على الله ونحطه على البوتاجاز. بعد ما عملنا الفول وطبعا شفناه مع بعض عملناه ازاي. بصوا بقى بعد ما استوى، يا نهار ابيض على جماله ولا لونه. بصوا، ده فول بالطحينه. ايه رايكم في جماله ولا لونه؟ بس انا ضرباه في الخلاط، اللي بيحبه صحيح براحته. ده فول بالسمنه البلدي والثوم، طعمه تحفه. وطبعا طعميه بيتس وجبنه بطماطم وسلطه والزيتون اللي احنا مخلينه وزيتون. لو عجبكم فطارنا اتفضلوا معانا. ايه رايكم بقى؟ عملت فطار من بيتك، حاجه ضمناها وحاجه عارفاها بتاكلي ولادك ايه. بصوا جمال الفول ولونه وحلاوته. ايه رايكم؟ اشوفكم في فيديو جديد.